المقابلة بين وداد تلمسان وضيفه أهل برج بوريريج تميزت بالتنافس الثنائي على الكرة، وبمحاولات من كلا الجانبين أنذر في إحداها اللاعب زازوا الحارس عويطي بكرة ردتها العارضة الأفقية، لكن اللاعب عابد من البرج لم يمهل المحليين وخدعهم بهدف السبق في الدقيقة 8. بعد 4 دقائق اللاعب شعيب عدل النتيجة لوداد تلمسان بإصابة منحت ثقة إضافية لزملائه، في حين لجأ مهاجم الفريق الزائر إلى التسديد من خارج منطقة العمليات في شوط رجحت فيه الكفة لرفاق اللاعب شعيب الذي أضاف الهدف الثاني برأسية جميلة، وهذا قبل نهاية الشوط الأول ب5 دقائق مانحا التفوق لوداد تلمسان على حساب أهل البرج. إقحام اللاعبين دحوش ولوسيف كبديلين عمد إليه المدرب لوزانو للعودة في النتيجة التي لم تكن لصالح رفاق اللاعب بن سعيد، حيث تلقت شباكهم 3 أهداف كاملة. خلال الشوط الثاني كان وراءها بوجقجي مسجل الهدف الثالث برأسية ممتازة بعد فتحة من المدافع قادة بن ياسين في الدقيقة 68. قادة بن ياسين هذا اللاعب المتألق في اللقاء وزع كرة أخرى للبديل رابطة صاحب الهدف الرابع في مرمى تشكيلة أهل برج بوريريج التي لم تقوى على الرد وانهارت بعد أن تلقت هدفا خامسا في الوقت بدل الضائع وقعه اللاعب بوجقجي.